بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة كنت في زيارة لقصر الكبابجي، حبيت اصوره لكم من بره قبل ما نخش. بصراحة هو في الشيخ زايد يا جماعة، بس بصراحة هو فخم قوي والاكل اللي فيه بصراحة كان طعمه حلو. ادي المدخل بتاعه كان شيك جدا، مدخل شيك جدا جدا جدا. حتى القاعة اللي كنا قاعدين فيها، احنا كنا قاعدين في قاعة VIP. كانت حلوة قوي، القاعة جميلة. مرفق بيها حمام و... والصورة الجميلة ديت. برضو بصوا القاعة فخمة قوي وقاعة مكيفة. هي القاعة دي كلها الترابيزة. طبعا انت قاعدة لوحدك، محدش بيضايقك، يا دوبك على قدك انت وعيلتك بس. ومرفق بيها حمام خاص برضو. اتفرجوا على الجمل، مكيفة وفيها حاجات حلوة. هنا بقى ديت حاجات خاصة بيهم، الشوك والسكاكين ومعالق خاصة بيهم هم. وده طبق شوربة أنا كنت طلبته لأني بجد كنت تعبانة جدا وزوري وبرد، فأنا طلبت شوربة بس. هنا كانوا ابتدوا بقى ينزلوا السلطات، سلطة خضراء وسلطة طحينة وسلطة زبادي. وابتدى هنا يعمل لنا ملوخية طبعا عن طبق المسمار. انبسطنا طبعا بالشو بتاع الملوخية. شو جميل قوي يعني. حاطينها طوال زي ما احنا بنعملها، بس طبعا الاكل بره بقى الحاجات دي بيعملوها شو بقى حاجات حلوة كده، عمالين يفضلوا يسقفوا. ده كله طبق الملوخية ما علينا. طول النهار عمالة اعمل لهم في ملوخية، محدش سقف لي والله. بعد ما نزلنا الاكل، ادي الاكل يا جماعة: كباب وكفتة وحمام وسلطة خضراء وسلطة طحينة وسلطة زبادي، وادي الملوخية ورز بسمتي ومحاشي. طلبنا ورق عنب وادي الكفتة. طلبت انا طلبنا ورق عنب وطلبنا محشي كرنب، وادي السفرة كده على بعضها. بصراحة كان يوم جميل وكان يوم خطير واتبسطنا فيه. وشكرا قصر الكبابجي على الضيافة الجميلة، عاملين عيش خاص بيهم جميل جدا يا جماعة بجد. وعنوانه في الشيخ زايد. يلا السلام عليكم.